اللي فات ممل، اللي جاي كراميل، دي معروفه بح خلاص. مش سلوت يا باشا اللي يخسر 10 ماتش من اخر 12 ماتش. مش سلوت يا بيه. يا بيه الكلام ده مع اي مدربين تانيين، مش ارني سلوت اللي يخسر 10 ماتش من اخر 12 ماتش. ابص حتى ادي ويست هام يا باشا اهو. مش مصدق نهايه المباراه 2-0. ايزاك جاب جون النهارده. ايزاك جاب جون، فيرتز لعب حلو. يا راجل ده كودي كاجبو النهارده لعب. ما عدا برضه كالعاده كيرتس جونز وفيرجل فان دايك. كالعاده يعني فاهمين، كالعاده. هزرنا ضحكنا. جدعان صلاح ما ينفعش يقعد دكه. قولا واحدا. محمد صلاح ما ينفعش يطلع يكون دكه بعد كده. ده كده اسمه عبط، ده كده اسمه عك، ده كده اسمه عبث. حلك النهارده ان ارني سلوت كسب. حلك ان ان ليفربول كسب النهارده. انا صلاح النهارده كان موجود في الملعب، صلاح كان جاب مش اقل مثلا من جون، او ممكن يكون جاب جون وصنع اسيست. لكن ان انت تروح تقعد محمد صلاح وتظنها حركه مدربين، لا. انت فاضي وعلى الله حكايتك، واقرع وبطنك فاضيه، وانت عارف كده. انت عارف، انت كمدرب انت عارف ان انت لا تفقه اي شيء عن اي شيء. وما تجيش تيجي تقول لي اصل ما انت كسبت عشان صلاح كان دكه. لا يا حبيبي، انت ما كسبتش عشان صلاح كان دكه، عشان انت بتلعب وست هام يونايتد اللي ما فكرتش تضغط عليك بربع جنيه. بس الموضوع سهل وبسيط خالص يعني. انا كل بس اللي بتمناه دلوقتي من ربنا حاجه واحده، ان هو فيرتس يفوق، لان شكل فيرتس الفتره اللي جايه هو يبقى من اهم الناس اللي موجوده في خطه ارني خرا. يعني هو للاسف هيبقى هو محور اللعب مع مدرب خراوي شبه ده، فربنا يستر. فان انا وانت دلوقتي نطلع نيجي نقول اصل صلاح ومش صلاح، يبقى احنا جدعان بجد بدانا نعبط، وبدانا ننسى ان الراجل ده في اخر 8 سنين، في اخر 7 سنين، الراجل ده اللي شايلنا. الراجل ده من ضمن الاسباب، ومش سبب صغير، من ضمن الاسباب الكبيره بعد يورجن كلوب، اللي خلاني وخلاك تاني نطلع نعرف نتكلم مع فرقه شبه تشيلسي وشبه ارسنال. يا راجل ده لوتسبير كان ليها قيمه علينا. ما تنساش يا صاحبي، احنا قعدنا 30 سنه في الدوري مش بنشمه. الشامه دي حتى لا، كنا بنشوفه كده في التلفزيون. بس عموما، وان وصلت معايا للمرحله دي ما تنساش الفولو. و يا رب بقى بجد يعني نرجع تاني لسلسله الانتصارات بجد. الموضوع كده بوخ. ونحاول يعني ندعي على ارسنال اللي هو اول تعادل ليها النهارده. فشكل يعني اللي فات ممل واللي جاي كراميل على حق.